السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله اليوم زي ما قلت لكم، علشان المره اللي فاتت الفيديو اللي فات تاع الجيلاتين كنا راح نعملوا فيه حاجات كثيره على الجيلاتين، بودره الجيلاتين. اليوم حنعملوا يعني اقوى كيراتين طبيعي منزلي، يعني رهيب، يعني في اول استعمال بتبان النتيجه. يعني هذا مجرب وكله ما فيش لا خوف منه، يعني امن على صحه الشعر. حنحتاجوا فيه، حناخدو اتنين جزر. اتنين جزر يعني حنبشرهم زي العادي، وحنعملهم حنعملوا معاهم كده. هنعمل معاهم كده ربع ربع كاسه من الميه عشان يديني الماء كده، وخط العصير بتاع الماء بتاع الجزر. اخذت ميه جزر بس، يعني اتنين، يعني ما يعادل 100 ملل، 100 ملي. فوالا، وهذا كده يعني قولي نص كاسة كده على حسب كل شيء. على طويل بيعمل أكتر. وحنحتاج، أنا عملت الجيلاتينا وهو جهزته عشان ما فيش وصل عشان أعمل حاجة كل حاجة بشويش. هذا الجيلاتين أخذت 2 معالق كبيرة بودرة الجيلاتين، وعملت معاهم ربع كاس مية، كاس صغير ربع كاس مية، وعملته على النار وخليته كده يقلبنا لغاية ما غلي وداني كده، عشان ولد ما لسه سخن بعدين يعني حيجمد، يعني جيلاتين. يعني عملته زي ما قلت 2 معالق كبيرة بودرة جيلاتين، عملت معاها ربع كاسة مية وخليتهم على نار لغاية ما غلي مرة مرتين وبعدين شلته. وحنحتاج زيت سمسم، لو في زيت سمسم من احسن. يعني حنحتاجه فيه كمان ملعقه كبيره زيت سمسم. لو ما فيش زيت سمسم ممكن تعملوا زيت زيتون. وحنحتاجوا زيت اللوز، عفوا زيت اللوز كما حطيتوا فيه ملعقه. حنحتاجوا ملعقتين بتاع العسل. حنبتدوا باذن الله. وحنحتاجوا كده يعني حاجه كده بخاخ عشان نعملوا كده، نبخوا بها حاجه بخاخ زي كده. طيب حنبتدوا الحين حناخد اهي الميه تاعت الجزر، يعني زي ما حنعملوا باذن الله حتشوفوا النتيجه. حناخدوا الجيلاتين حنعملوه على الجزر كده. حناخد زيت الجنجلان زي ما قلت ملعقه كبيره، ولو مفيش عوضوها بزيت الزيتون. وحنعمل زيت اللوز ملعقه كبيره زي كده. حنعمل 2 معالق كبيرة عسل. هذا يعني بالنسبة للجزر كيعطي اللمعان للشعر، بيوقف تسقط للشعر اللي بيسقطنا الشعر على طول بنلاقوه كده في هدومنا، الشعر يعني مقصر في الهدوم بتاعنا، بيوقف ان شاء الله كله. والجيلاتين يعني هي الدور تاعها، هي الكيراتين، هي اللي بتنعم بترطب الشعر، معاونة مع الزيوت وهذه اللي عملناهم. وحنخلطهم كده مع بعض، لازم ندزوهم يعني كده هذه. وبعدين ناخدوا عفوا ضروري ما نعملوا مشاكل. ناخدوا زي كده وبعدين بسم الله نصفى كده. فوالا كده. وبعدين حناخدوا الشعر يكون مغسول، يعني نغسلوا شعرنا وما نشفوش، يعني ينشفوش يحسن بس الميه، نخلوه كده مبلول، يكون الشعر مبلول. وناخدوا الشعر نقسموه على 2 على النص، وبعدين نقسموه على 4، وناخدوا حته بحته وإحنا بنرش حته كده وإحنا كده، ونمشطوا شعرنا. يعني أول شيء نمشطوا يكون مشطوط، يكون يعني وبعدين نرشوا هاد الخلطة هذه نعملها من الشعر كله. وبعدين ناخذ الششوار نشفوا شعرنا بالششوار، هو لسه فيه هاد الخلطه هذه. نشفوا شعرنا بالششوار. لما نشفوا شعرنا يحب لنا الشعر بانه نشف ومسك مع بعضه، ما تخافوش لانه هذاك بيعمل مفعوله. وبعدين نغسلوا شعرنا، نغسلوا بس بالبلسم، يعني الديميلور نغسلوا شعرنا.
والله نتيجتها حتشوفوا، يعني جربوها وردوا عليا. وبعدين اللي شعره ناشف كتير يعملها مرتين في الشهر، واللي شعره يعني ما هو ناشف كتير يعني على وسط يعملها مرة بس في الشهر. في اول استعمال راح تشوفوا النتيجة بتاعتها باذن الله. بس تبعوا زي ما قلت لكم، يعني النصائح اللي قلت لكم عليها سووا. يعني الشعر يكون مغسول، غسلوا شعركم يكون لسه مبلول فيه ميه، يعني ماشي ميه كتير، يعني بنشفوش ينسوا منه الميه. وبعدين اعملوا هذا على من جذور لغايه الاطراف. وبعدين خذوا الششوار، نشفوا الششوار، وبعدين ما تنشفوا الششوار غسلوا شعركم. وبعدين اعملوا لفه كده الشعر او سيبوا زي كده. المهم لكم النتيجه في اول استعمال. هذا هو الفيديو بتاع اليوم. ان شاء الله يا رب يا رب يعجبكم. ولا عجبكم الفيديو تعملوا اشتراك، نقول جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فيديو قادم ان شاء الله.